هلا شوفوا، انا عادة بس اطلب شاورما من المطعم ما بطلب شاورما تركية، بطلب الشاورما العادية اللي هي توم ودجاج وكبيس. شوفوا لي هيدي الشاورما التركية، شوفوا ما احلاها. يا عين. الدونر التركي بالمنزل نحن طبعا عملناها قبل بوقت، اللي هي اول شي حطينا التتبيلة بالخلاط مع البهارات تبعونا. طبعا هيدي البهارات اللي عم بتشوفوها هلا هي رح احط لكم اسفل الفيديو مقاديرها وشو هي هيدي البهارات مشان نسرع شوي. ورجعنا طحناها بشكل منيح مع كل هيدي الخلطة، ورجعنا من بعدها جبنا وعاء، حطينا هيدا الدجاج بالوعاء وخلطناه بشكل منيح. من بعد ما خلطناه وتبلناه مباشرة جبنا نايلون لاصق، فردنا هيدا الدجاج على النايلون اللاصق، ومثل ما عم تشوفوا لفيناه شوي شوي بشكل رول، ورجعنا ضغطناه بشكل منيح، ورجعنا حطيناه بالفريزر لحتى يجمد عندي. هيدي يعني تقريبا ان شاء الله تكون فرزت عندي منيح. هلا بدي فكها. يا عين يا عين. نشيلها هيك قد ما فيي برفع. هلا اللي عنده سلايسر ماشين يستعملها. مين عنده سلايدر ماشين بالبيت؟ يعني اللي عنده. شفتوا محليها؟ لا تفريزتها منيحة ومقبولة. الصوص الأبيض اللي بيستعملوه على الشاورما التركية، سنتوم، ربع سنتوم صغير ما بكتر، نص ملعقة طعام من المايونيز، ملعقة ونص طعام أو ملعقتين طعام من اللبن، رشة ملح، عصرة حامض حلوة، رشة أوريجانو، بقدونس مفروم، نعنع مفروم، طحينة، معلقة طعام من الطحينة، شوية زيت زيتون، ملعقة طعام، شوية فلفل أسود على الخفيف، مع رشة سماق حلوة. حبوب الشومر ضربة صغيرة مدوقة، نحرك. يا عين. الصوص الأحمر اللي بحطوه كمان الحر بيجي مع الشاورما التركية. رح نعمل كمية هيك صغيرة كاتشب، تقريبا ملعقة ونص لملعقتين طعام. أي نوع صلصة حارة بكتر وبقلل حسب الرغبة. حطيت هون تقريبا نص ملعقة طعام، نص ملعقة شاي مايونيز، رشة أوريجانو بفركها بإيدي هيك، شوية خل أحمر أو خل تفاح، بنروح فيهم هيك حركة حلوة. هلا في صلصات تانية بتنعمل من الطماطم، بس أنا عملت هيدا الصوص. أوكي، هيدي الصوص صارت عندي جاهزة. طيب هيدي الشاورما التركية حكاية، يعني فيها كتير مكونات. رح نعمل السلطة طيب كتير، هيدي بتفوت معها. أوكي طيب، عندي وعاء هون الملفوف الأحمر اللي هن عادة بيستعملوه، بدي أقص شقفة هيك صغيرة منها، ما بدي كتر اليوم. بدي اقلبها هيك وقطعها قد ما في ناعم. عندي هون خس ايسبرغ كمان بدي اشيل ضربة منها هيك، وبدي كمان ناعم. نرجع بصل مقطع رفيع. اوكي برققه قد ما فيه، هو طيب يكون رفيع هيك. نعنع وبقدونس هيك قطع كبيرة. طماطم كمان رفيع شوي. اوكي هلا انا كلها عم بخلطها ببعضها. مخلل خيار، رشة ملح حلوة هيك، وهيك بخلطها كلياتها ببعضها. طبعا هيدي للاستعمال الفوري. وهيدي صارت عندي جاهزة. مثل ما قلنا اللي بحب يحط لها مخلل اللفت كمان بحط، بيعطي نكهة، بس انا ما عندي. فريش، كتير كتير رائعة. الزيت بلش حط هيدا دونر. يا عين. هيدا شوي على النار بيمشي حاله. شوفوا هيدي خبزة لقيتها بالسوق بتشبه الخبز التركية. منا الخبز التركي بيستعملوا بلبنان في كتير خبز برات لبنان، فينا خبزة درم هيداك غير. هلا بستعمل هاي الخبزة انا. بدي افقعها تحميرة هيك. شوفوا ما احلاها. بدي احط الصوص اوكي من جوا، شوية سلطة من تحت، ننزل الله. يا عين. من جوا شوية صوص، هي جوسي بتطلع. كمان شوية سلطة. نرجع ضربة الدجاج على الوجه هيك ليبينوا معنا حلوين. الله. وهيدي سندويشتنا صارت جاهزة. بالله.
شوفوا هاي لها محبين كتار على فكرة، طيبة فيها كتير هيك، هيدي المكونات جوس رطبة، هيدي اللي بحب الاشياء الرطبة وهيك مثل ما بيقولوا وميكس، خاصة إذا الخبزة مناسبة وما تكون كتير سميكة. تابعونا وانتظرونا بحلقات مقبلة، وإلى اللقاء. ما تنسوا الاشتراك واللايك، واعطونا تعليقاتكم أسفل الفيديو.